بس نخلص ونعطيكم الرأي. مرحب يا أصحاب الكروش، حابب تدلع كرشك؟ ما لك غير عمك أبو علي. رحلة البحث عن المذاق الأصيل بلشت اليوم، وهي أول حلقة إني مع أبو علي. حياكم الله. يلا حي خلينا نكشف عن العروسة، نشيل الطرحة. شوف للأمانة الريحة والتقديم يعني منسف أردني على أصوله. هذا من عند الخال أم عدي. أبدا على الكفالة والله، يسلموا هالإيدين يا أم عدي. أقسم بالله أحلى شغلة إنها أم عدي يعني بتشرف على الأكل بنفسها. هي نادرا ما تلاقي يعني مثل شغلي. يسلموا يا أم عدي، بارك الله فيك. شيء زكاوة مو طبيعية والله. بس لسه بدنا نذوق نعطيكم رأينا بصراحة. طبعا الطريقة الصح إن لأكل المنسف الأردني أول شغلة بالإيد، هذول ما لهم شغل. طبعا شربت النية الخالة والعدي، طراوة وزكاوة مو طبيعية، ومثل ما بسموها دحبرها هيك. طبعا على رأي اخوتنا الأردنية. بسم الله. بس نخلص ونعطيكم الرأي. يعني جوز هلا في عالم تقول ليش عم تاكل بايدك؟ اخي هيك المنسف الاردني بيتاكل على اصوله. ايوه في اكلات بتنزل على المعده، لكن في اكلات بتضرب على القلب، من القلب على شريان الدماغ. اقسم بالله هي الاكله اللي بتفوت على القلب لا بتفوت على المعده. شيء مو طبيعي والله العظيم، مو مجامله ولا شيء. جربوا عند ام عدي ما تندم. المنسف الاردني على اصوله يعني من اول لقمتين بين معك. بس في شغلات ما بتقدر تقيمها. هذا المنسف لا يقدر بتقييم والله العظيم. شيء من الخيال عند الخالة ام عدي في دبي. حياكم الله وارحبوا. المنسف الاردني بالجميل على اصوله ما في تقييم. يعجز اللسان عن الوصف بعد الاكل، عن الشعور اللي بتشعره. خليك عالم اخر، متعه عن جد. دلع الكرش بلش هو. قيمه للمنسف اذا عندك عزيمه وحب مثل ما تقول تبيض وجهك عن جد. منسف اردني عند ام عدي والله مو دعايه، والله مو دعايه، والله مو دعايه عن جد. اذا حابب تدلل كرشك تدلع نفسك، منسف أردني عند ام عدي ينصح به وبشدة. تمام. تمت العملية بنجاح. شوف منحنى السعادة، هذا الكرش اسمه منحنى السعادة. حابب تدلل كرشك وتدلع نفسك، نحن رح نعطيك رأينا بكل صراحة وكل شفافية. وكل يوم ترقبونا مطعم جديد وفيديو جديد، ورح نعطيكم رأينا بكل صراحة وتقييمنا إليه، بس بدون 6 و7 و10 هيك. حبيبي بتقيم نفسك، بتقيم اكلك من بطنك من كرشك. دلع كرشك وخلي زفر يوصل للركاب مع ابو علي وبس.